السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، متتبعين قناة مواهب أرملة. سعد الله مساءكم أو صباحكم مبروك، وحدة في الجوج على حسب الفيديو وقتاش غتشوفوه. المهم تحية طيبة لكل المتتبعين ديالي واللي غادي يشوفوا أول فلوق من عندي. زيارتي شفشاون الأولى مع ناس فواياج أورغانيزي مع ناس. في الأول بدات أصدقاء وفي الآخر كملناها أحباب، وبقى التواصل لحد الان الحمد لله اللهم لك الحمد. كما غادي تسمعوا او غادي تشوفوا راه فالزياره كانت مفاجئه، ما كانش لي انا بالخصوص في الحسبان، جا كل شيء يعني سريع، فحاولت نصور اللي قديت عليه. كانت الزياره الاولى لشفشاون اللي فطرنا فيها واللي تمنظرنا، اللي يعني الصباح كنا وصلنا مع 7 الصباح، فكان خصنا نفطروا تما. فالمكان يعني كان شي حاجه خياليه. انا بالنسبه لي شخصيا كنقول ان شفشاون يعني جنه الله في ارضه، الجنه المغربيه. كاين مدن اخرى انا متاكده، ولكن اللي ما عمره ما شافها فصراحه خصو يمشي يشوفها. وانا شخصيا نتمنى غادي نعاود ندير لها زياره اخرى مع الصديقات او مع الحباب، مع من المكتب، وخصنا نمشيو ونبات فيها ان شاء الله، باش اللي ما شفتوش او اللي ما دركناش في ديك الزياره ديال الفواياج اورغانيزي ندركوه في زياره اللي كتكون عائليه، كتكوني كتساري على خاطرك، لان لا فواياج اورغانيزي فكتكوني مقيده بالوقت ومقيده بالمكان ومقيده بالناس، ما يعني مازال عندنا الطريق لوجهه اخرى. صراحه لؤلؤة الشمال بجداره. مشينا في واحد الوقيته زوينه حقيقه، لقينا الحوانت سادين، يعني ما شفناش، ما تمتعناش بزاف المناظر فيها، بزاف الاماكن عاودوا لنا الناس عليها، ولكن ما لقيناش الوقت اللي نمشيو ليها. انما غير هاد الزياره الخفيفه اللي شاركت معكم، وهذا الفيديو وهذا الفلوق اللي شاركت معكم كان كافي يخلينا نعرفوا بان كاين اماكن زوينه في المغرب. الحمد لله كاين مناظر زوينه في المغرب، واكيد اللي زارها راه غادي يكون غيقول لي بصح كاين. نتمنى ان الفلوق يعجبكم، ولو انه يعني شويه ناقص في التصوير، سمحوا لي الا كان التصوير ناقص. نتمنى نكون خفيفه ظريفه عليكم. الحقيقه اليوم القناه صغيره غدا تكبر بكم ومعكم. كنشكركم بزاف الا تبعتوا هذا الفلوق او الا شفتوه واللي تفرج واللي دار لي لايك او اللي دار اشتراك او اللي دار تعليق، كنشكروا بزاف بزاف. كنشكركم كاملين كمتتبعين، ان كنتم يعني متتبعين قدام او اللي عاد يدخل جديد وغيشوف الفيديو، مرحبا بكم معايا ومرحبا بكم عندي. نتمنى الفيديو يعجبكم، نتمنى شفشاون تعجبكم بطريقتي الخاصه، واخا نقول حتى نعيا ما غاديش نوفيها حقها، لهذا غنخلي الفيديو مفتوح، فرجه ممتعه ولكم كامل حريه التعليق فيه.
كما شفتوا راه باقي الصباح. يلا الاصدقاء يلا كيحلوا الحوينتات فيهم كل المنتجات الاصليه والمنتجات ديال المدينه، المنتجات اللي محليه كي كنقولوا، فيها بزاف ديال الحويجات زوينين الصراحه، لا تعد ولا توصف. اللي بغى يتسارى صراحه يمشي مع الاصدقاء مع الاحباب، ما يمشيش فواياج اورغانيزي، لان بعض الخطرات كتكون مقيدين بالوقت اكثر من الاستراحه ومن المشاهده ديال المدينه. حاولت نوصل لكم الفكره، بغيتكم تمتعوا بها بشفشاون. اللي بغى يمشي الصباح ويقيل ويبات باش يشوف كل شيء. حنا بزاف د الاماكن ما مشيناش ليهم نظرا لضيق الوقت، وكنقولها وكنعاودها، يعني الانسان يحاول ياخذ من وقته شويه ويرتاح ويمشي للاماكن فين يرتاح، وما كاينش ما احسن من هذه البلاصه. شاركتكم تجربتي في شفشاون حسب اللي عطى الله، يعني حسب التليفون وحسب الوقت وحسب اللي موجود. شاركتكم
نتمنى تعجبني المشاركه، تعجبكم المشاركه ديالي، نتمنى نكون خفيفه ظريفه عليكم، نتمنى تعجبكم المدينه، نتمنى انكم تزوروها شخصيا باش تحكموا عليها بنفسكم، واكيد فرجه ممتعه، والى اللقاء فيديو اخر.